تعالوا اوريكم ايه الادوات اللي بنستعملها في العمليه، التكلفه بتروح فين، ليه في عمليه بتتعمل ب 25 وليه في عمليه بتتعمل بثلاث اضعاف الرقم ده. تعالوا اوريكم. اللي احنا شايفينها دلوقتي دي الدباسه بتاعت شركه جونسون جونسون الباورد، اللي هي احدث موديل واحسن حاجه في شركه جونسون. دي يد الكي اللي بتكوي الاوعيه الدمويه اللي حوالين المعده، ودي التروكرز اللي هي بيدخل منها الادوات من خلال جدار البطن، ودي الدبابيس. اغلى حاجه في طقم العمليه ده كله هما يد الكي والدباسه. اللي بيحصل عشان يرخصوا العمليه ان هما بيستعملوها لحد ما تقف، لحد ما تبوظ، في 10 حالات او اكتر بقى من دي من غير تعقيم. بصوا الدباسه مكتوب عليها ايه، دي علبه الدباسه مكتوب عليها سنجل بيشنت يوز، استعمال مره واحده لمريض واحد. طيب ويد الكي اهي مكتوب عليها ايه، مكتوب عليها سنجل بيشنت يوز، استعمال مره واحده لمريض واحد. التروكر مكتوب عليه ايه، التروكر عليه نفس العلامه اللي هي 2 اللي عليها غلط، يعني حتى ما يستعملش مرتين. لما نلاقي بقى ان الدباسه ويد الكي والتروكر بتشتغل 10 حالات تقريبا ورا بعض، يعني لو فرضنا ان حد هيخالف تعليمات المصنع وهيعيد الاستعمال حتى ما بياخدش وقته في ان الحاجه زي ما بيقولوا تتعقم. هو طبعا دي ما ينفعش تتعقم لانها من مواد بلاستيك ومتصممه انها سنجل بيشنت يوز، يعني ما ينفعش تتعقم اصلا. لو دخل جهاز التعقيم لدرجه حرارته عاليه هتسيح. فعلشان يعاد استعمالها بالمخالفه لكل التوصيات العالميه وبمخالفه للانفكشن كنترول اللي هو منع العدوى وبمخالفه لكل التوصيات بتاعه السيفتي في اوض العمليات، بيتم انها تتحط في مواد مطهره. المواد المطهره دي علشان تعمل حاجه اسمها هاي جريد ديس انفكشن، عشان تعمل تطهير مش تعقيم، تطهير، محتاجة تتنقع فيها 12 ساعة. لكن لما نحطها في المطهر 3 دقايق ولا 10 دقايق، ده لا هو تعقيم ولا هو تطهير. زي ما احنا شايفين الدباسة دي بالذات فيها هنا دي بطارية، الدباسة دي اوتوميتد، ففيها بطارية. البطارية دي لو اتحطت في المطهرات بتبوظ وبتلوك وبتقف خالص. فعلشان تستعمل كذا حالة ورا بعض بتستعمل من غير ما تتحط في المطهرات اساسا، وممكن يكتفوا بمجرد مسح بوز الدباسة بالكحول ما بين حالة وحالة مهازل. كل ده عشان ايه؟ علشان الحاجة دي مش رخيصة، الحاجة دي غالية. ادي الفاتورة بتاعت شركة فارما اوفرسيز. شركة فارما اوفرسيز هي الوكيل الرسمي لشركة جونسون اند جونسون، وهي دي اللي تقدر تجيب منها ادوات جونسون الاصلية وانت مطمن، مش حاجة مستعملة ولا حاجة متهربة. اجمالي الفاتورة بتاعت ادوات تكميم المعدة كام؟ اهي 34,000 جنيه. ازاي يبقى مستلزمات العملية ب 34,000 جنيه وبتتعمل العملية توتال ب 25,000، بأرخص من ثمن المستلزمات، او حتى ب 30 او ب 34 او حتى والله ب 40 ولا ب 44؟ ما ينفعش. لان لما يبقى عندي مستلزمات ب 34,000 انا لسه عندي فتح اوضه عمليات وادويه في العمليات وادويه في اوضه الداخلي واقامه في المستشفى واتعاب الدكاتره واتعاب التيم وورك اللي هيتابع كمان. العمليه ازاي حتى تبقى ب 40 ولا ب 44 لما تكفيش؟ فبالتالي لما تسمع اسعار غريبه بالشكل ده هتبقى عارف ان الادوات دي اللي كلها سنجل بيشنت يوز، مره واحده لمريض واحد، زيها زي السرنجه المفروض تستعمل مره واحده لمريض واحد. اعرف ان الادوات دي دخلت بطن 4 5 6 9 10 قبلك الله اعلم، وبيعاد للاسف استعمالها في مصر هنا بالمخالفه لكل التوصيات العالميه. حرام عليكم صحتكم، ما ترموش نفسكم، عيش بالسمنة أحسن ما تموت بعملية رخيصة. ربنا يبارك في عمركم وصحتكم. المكان الطبيعي للأدوات دي بعد العملية هو كيس النفايات الطبية عالية التلوث، وليس بطن العيان الثاني والثالث والعاشر.